ازيكم، اخباركم ايه؟ انا كيمو، قناه دكتور كيمو. ليه نسمي القناه على اسم دكتور كيمو؟ كان نفسي ابقى زي دكتور مكاوي بس انا سميتها دكتور كيمو. لايك للفيديو ده، اشتراك في القناه، عاوزين نوصل اول 1000 في اسرع وقت. لكم على الدعم الرهيب اللي انتوا عملتوه على الفيديو بتاع تحليل اعلان وي مربوحه من مسلسل كبير قوي، وصل 656 فيوز. شكرا على الدعم الرهيب بتاعكم على الشورتس، على فيديوهات دكتور مكاوي اللي انا بنزلها، باخد الفيديوهات بتاعته ومنتجها وانزل اهم النقط اللي فيها، سواء العنايه بالبشره او انك تهتم بصحتك. واخر حاجه، شكرا لكم على 28000 فيوز، ان شاء الله مكملين مع بعض لحد ما نوصل 1000 مشترك. مش هطول عليكم كتير، يلا بينا 3 2 1 نبدا المقطع. المقطع النهارده هيكون بعنوان اسوأ قناه يوتيوب مصري موجوده حاليا، وهي احلى اكله مع محمد. انا المقطع مش هيكون طويل، انا هقول الحاجات اللي حاصله بسبب القناه دي للاسف. باختصار شديد، فضحوا بعضهم، يعني الناس دي فضحت بعضها كأسرة مصرية، فضحوا ابنهم، دمروا نفسهم 100% عشان بس الفلوس اللي بتجيلهم من اليوتيوب. هعمل لكم زوم دلوقتي. تعالي يا امينه يا كدابه، دي مرات ابنهم يا جماعه، دول طلعوا لايف مخصوص عشان يهتكوا عرض البنت دي. الفيديو موجود معايا للاسف، موجود على يوتيوب، لكن ما انصحش حد يشوفه. وفي الاخر طلع كله كلام مزيف، انه يطلع يشتمها بالاب والام ويغلط في عرضها فيك، طلع مزيف، يقول لك عشان ده كان مقلب. اعتذار رسمي والمسامح كريم عند الله وقعدة الصلح خير. ده برضه حاول يلحق نفسه بعد ما الناس هجمته وعدد المشتركين عنده بدأ يقل، فقال يطلع يوضح للناس ان كل ده مقلب. هل الوضع سكت عند كده؟ لا. لو اخدت جوله في القناه عندهم هتلاقوهم مسحوا كل الفيديوهات اللي كانوا بيطلعوا يشتموا بعض فيها بالاب والام ويعملوا فضايح ويفضحوا بعض بالصوت والصوره، هم وكل القنوات بتاعتهم اللي موجوده على اليوتيوب، سواء القناه دي او قناه يوميات ام توته، نفس الفكره. هم كلهم بيقدموا نفس المحتوى، مفيش اي جديد. هم بيقعدوا ياكلوا، بس يقعدوا ياكلوا كده في الفيديو ويشتموا في بعض. الموضوع ما وقفش عند كده بس، ان هم اتخانقوا مع واحد اسمه عبد الله ابن الكويت، قناته كان اسمها عبد الله ابن الكويت، غيرها بعد كده لفوازير ومسابقات عبد الله والد الكويت. الراجل ده او الشخص ده كل اللي كان بيعمله ان هو بيدعم قنوات اليوتيوب المصريه اللي ما لهاش اي 60 لازمه في الحياه، اي اتنين متجوزين مع بعض يعملوا فيديو قناه اكل، بس ده اللي بيعملوه. كان بيقعد يدعمهم بالفلوس والمسابقات. قناه عبد الله دي اتخانقت مع قناه اكل احلى اكله مع محمد، ولكن هل الخناقه كانت حقيقيه؟ لا طبعا، الخناقه كانت مزيفه. وصل ان هم شتموا بعض بالاب والام، شتموا البلدين، شتموا حاكم الكويت وشتموا رئيس مصر، كل ده عشان يجيبوا اكبر عدد مشاهدات موجوده عندهم. وصلت ان عبد الله بن الكويت ده زيف موته، قال ان هو مات لما لقى الدنيا قلبت عليه وهاجت عليه عشان عارفين ان هو كذاب. راح عامل فيديو جديد وقال لا انا لسه عايش وما اعرفش ايه، وده كان فيديو عشان اشوف مدى حب الناس ليا الى اخره. هل الوضع خلص عند كده؟ لا، اتضح ان عبد الله ابن الكويت بيتكلم قنوات تانية بيدعمهم. هل الدعم بتاعه ده حقيقي ولا كذب؟ البعض بيقولوا انه حقيقي والبعض بيقول انه كذب. القناه اللي قدامكم دي اسمها جمهوريه احمد وامل. القناه دي حرفيا طلعت مسحت بكرامه عبد الله بن الكويت ابن الكويت الارض لمجرد ان هو ما بعت لهمش فلوس العربيه اللي كان ثمنها نص مليون جنيه. بعدها باسبوع عبد الله بن الكويت بعت لهم فلوس العربيه، والراجل صاحب القناه طلع اشترى العربيه وحاول اشغل لكم الفيديو دلوقتي قدامكم، واعتذر لعبد الله بعدها. الصوره اللي قدامكم دي مسمينهم عصابات اليوتيوب، هتلاقوا قناه ام محمد وعبد الله بن الكويت يوميات ام توته. حرفيا يا جماعه الناس دي شغلانتها على اليوتيوب دلوقتي انها بتلم فلوس تبرعات ليها هي، شوهوا سمعه المصريين، مبينين على اليوتيوب قد ايه ان احنا شعب شحات للاسف. في النهايه مش هقول غير ان القنوات دي كبرت بسبب الناس اللي في النهايه مش هقول غير ان القنوات دي هي فعلا عصابه موجوده على اليوتيوب، ما بيقدموش اي محتوى غير ان هم قاعدين بياكلوا بس وخلاص، ويقول لك تعالوا كلوا معانا، بس ده الفيديو ده اللي هم بيقدموه، او يقعد يرتب لك في البيت بتاعه، او يقول لك انا طبخت النهارده كذا. وفي نفس الوقت عاملين عصابه مع عبد الله بن الكويت وافلام تهتك العرض والشرف وتسبب فضايح لمجرد ان هم يجيبوا مشاهدات من اليوتيوب ويجيبوا فلوس من اليوتيوب. اكتب لي رايك تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو تاني قريب. كان معكم دكتور كيمو. See you later.